السلام عليكم. اليوم إن شاء الله بسوي معاكم حلا الكريم كراميل. مقاديره سهلة وطريقته بعد سهلة، لكن النتيجة ما شاء الله بيكون حلا لذيذ وحلو. عندنا هنا طبعا بسكوت ديجستيف، عندي هنا 22 حبة بسكوت، طبعا فتتناهم بهذه الطريقة. وعندي هنا كريم كراميل، وعندي بسكوت حبات ابغيهم مثل ما هم، وعندي حليب نيدو، وعندي الكاكاو بودر ممكن اي نوع، ما في اي مشكله طبعا. وعندي زبده مذوبه ان شاء الله بكتب لكم المقادير، وطبعا الماي اللي بنسوي فيه الكريم كراميل. خليكم معاي نبدا اول الخطوات. الحين اول خطوه هني عندنا البسكوت اللي طحناه، بنضيف له 100 جرام من الزبده المذابه طبعا، ونخلطه كامل مع الزبدة. بعد ما مكسنا كامل المقدار، الحين بنبدأ نرص عدل في البايركس، أو ممكن تستخدمين قالب التشيز كيك عادي، بس أنا القالب اللي عندي صغير فاستخدمت البايركس. طبعا نحاول نرص عدل، وإذا عندك بعد أي شيء القاعدة ماله كذي مسطحة، نحاول نرص عدل على أساس لما نقطعه ما يتفتت معانا. خلاص الحين عقب ما رصيناه عدل بندخله الثلاجة يبرد، ونبدأ نسوي الخطوة الثانية أو الطبقة الثانية. نبدأ الحين الطبقة الثانية. الطبقة الثانية طبعا عندي 3 كوب ماي كبير، وبسوي معاهم كوب حليب بودر. ممكن نستغني عن الحليب البودر، ممكن تسوين 3 كوب حليب سائل. 3 كوب ماي كبير يعني بيطلع تقريبا 600 ملي ماي. معاهم بنذوب باكيتين من كريم كراميل. طبعا قبل ما احطه على النار اول شيء ببدأ اذوب المقادير. وهذا الباكيت الثاني. خلاص الحين احطهم على النار لين يبدأ يغلي او تغلي الكريم كراميل. طبعا لازم نتم نحرك على اساس ما تحترق الكريم كراميل. بس اول ما تبدأ تغلي طبعا بنكمل الخطوة اللي بعدها. طبعا أنا الحين بنتظر لين تبرد شوي، لأن الخلاط مالي بلاستيك، لأنه بلاستيك فبنتظر الكريم كراميل تبرد شوي وبعدين بضيفه. لكن إذا مالك الخلاط زجاجية عادي، خليها شوية تدفى وصبيها على طول، ونحط باقي المقادير. بس الحين شوي بنتظر بس تبرد وبصبها في الخلاط. الحين نبدأ نخلط المقادير. الحين نبدأ نصب الخليط فوق الطبقة الأولى. الحين صبيت كامل المقدار. الحين بردها مرة ثانية في الثلاجة، واسوي آخر طبقة بنضيفها للحلا. الحين الطبقة الثالثة بنضيف نص لتر ماي و4 ملاعق كبيرة من الحليب البودر. ومعاهم بنضيف مغلف من كريم كراميل، وبنضيف ملعقتين كبار من الحليب البودر، ونخلطه كله مع بعض ونخليه على النار لين يفور، ونضيفه على الحلا كامل. الحين جهز معانا جهزت الطبقة الثالثة. الحين بنبدأ نضيفه للحلا كامل، بس نضيف شوي شوي. بس نخلص كامل المقدار ونرده مرة ثانية الفريزر لوقت التقديم. وهذا الحلو مالنا بعد ما غرفناه. هذه طبقاته، وهذا طبعا البايركس، وعلينا وعليكم بألف